زي النهاردة رحل عن عالمنا الفنان القدير يوسف داوود وفاضت روحه لبارئها، وفقد الفن نجم من أهم نجوم عالم السينما والمسرح اللي أثرى الفن بأعماله الفنية وما زالت خالدة لحد دلوقتي في التاريخ. يوسف داوود ما كانش نجم موهوب وبس، ده كان بيثقل موهبته بالثقافة والقراءة دايما، وما اقتصرتش قرايته على المجال الفني، وكان بيقرأ في جميع المجالات، وتوسعت ثقافته لحد ما بقى يقرأ في الدين الإسلامي رغم ديانته المسيحية. وكشفت بنته في تصريحات تلفزيونية في وقت قبل كده إن الفنان من شدة ثقافته طلب منه زملائه في الجيش إنه يلقي خطبة الجمعة، وعشان ما كانوش يعرفوا إنه مسيحي بالفعل ألقى الخطبة، وبعدها خضع لعقاب شديد بسبب اللي عمله. يوسف داوود شارك في أعمال فنية كتير بلغ عددها 270 عمل، تنوعت ما بين الدراما والسينما والمسرح، ومنها كراكون في الشارع، النمر والأنثى، السادة الرجال، الإرهاب والكباب، عمارة يعقوبيان، وعسل أسود، وأمير الظلام. وشكل ثنائية ناجحة جدا مع الزعيم عادل إمام اللي كان بيستعين بيه في كل أفلامه. ومن المسلسلات بقى اللي شارك بيها أنا وإنت وبابا في المشمش وحكايات زوج معاصر وغيرها من الأعمال. قولوا لنا بقى في التعليقات إيه أكتر دور بتحبوه للراحل يوسف داوود.